وطري ولذيذ من جوه. الله. واللي مش بيحب البيض وريحته او طعمه في الجلاش واللي ما عندوش كريمه يجرب الطريقه دي. كل طبقه محتفظه بطبقتها. شايفين الجمال؟ ايه الجمال ده؟ وده بقى الجلاش اللي معمول ببديل الكريمه. وفي ناس مش بتحب البيض على تشريبه الجلاش. احنا ممكن نحط كوبايه من اللبن الدافي، وهحط عليها معلقه كبيره من قشطه وش اللبن، ورشه من الملح، ومعلقه صغيره من البيكنج باودر، وهقلبهم مع بعض. وده بديل للكريمه. انتوا لو عندكم كريمه حطوا كريمه ورشه من الملح ومعلقه من البيكنج باودر وبس، وسيبوها تتشرب ودخلوها الفرن. وده بديل للناس اللي مش بتحب البيض. خلوها بقى تتشرب قبل ما تدخلوها الفرن، وبعد كده دخلوها على درجه حراره 180 اول رف قريب للنار، وسيبوها تستوي. واول ما تاخد لون من تحت ولعوا عليها الشوايه وبرده مقرمش من بره. تعالوا بقى نفتحه. شايفين الجمال؟ شايفين قد ايه هو مورق وخطير؟ مقرمش من بره، اسمعوا، وطري ولذيذ من جوه. كل طبقه محتفظه بطبقتها. شايفين الجمال؟ الله. الله على الحلاوه. لازم تجربوه.